موجة برد تجتاح المغرب في قمم مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية المحرار، يسجل 7 درجات تحت الصفر، ورقم قياسي سجل في العاصمة الرباط اليوم 5 درجات. ولمزيد من التوضيح نستضيف في بلاتو الظهيرة سيد محمد بالعوشي عن مديرية الأرصاد الجوية. مرحبا بكم سيد بالعوشي. بارك الله فيك. الله. ماذا عن موجة البرد؟ إلى متى ستمتد؟ اولا باش نطمئوا المواطنين ان الذروه ديال هذه الموجه ديال البرد هي اليوم وغدا، فيما بعد غادي ننتقلوا لدرجات حراره فصليه بارد ولكن عاديه بالنسبه لشهر فبراير. التفسير ديال هذه الحاله الجويه العامه اللي كنعيشوها في المغرب فهي امتداد لواحد الكتله هوائيه اللي كتعيشها اوروبا الوسطى والشرقيه، واللي هي عباره على كتله قطبيه بارده كتنساب من القطب الشمالي مباشره نحو شمال افريقيا عبر اوروبا الوسطى وكذلك الشرقيه، وكتهم شرقا من تونس حتى غربا الى المغرب. ولكن الكتله الجد بارده ونسبيا اللي مهمه هي اللي كتهم حاليا الجزائر، وبالخصوص انها امتدت حتى الجنوب الجزائر وكتعطي تما تساقطات ثلجيه، بخلاف في المغرب على انها وصلت على شكل كتله هوائيه جافه، الشيء اللي يجعل على ان درجه الحراره بحال اللي شاتوا كتكون جد منخفضه. ولكن ناكدوا على ان هذه الحراره ماشي هي بواحد الدرجه كاع مثيره. رقم قياسي يسجل مثلا في الرباط اليوم 5 درجات مقارنه مع شهر فبراير ديال السنه الفارطه. شو المدن المعنيه بهذه موجه البرد؟ المناطق اللي معنيه بالدرجه الاولى بهذه الموجه ديال البرد هي المناطق الشماليه الشرقيه اللي اليوم مثلا كان فيها 3 ديال الدرجات فوق الصفر، علما ان كنا عرفنا في هذه المنطقه موجات ديال البرد بحال اللي كانت في سنه 1999 حيث وصل المحرار ولا نزل المحرار تقريبا حتى ل7 ديال الدرجات. ولكن الرقم القياسي بالنسبه للمنطقه الشرقيه هو 8 وكان تسجل في 1935، مع الإشارة أن الموجة ديال البرد اللي كانت قارس في المغرب هي الفترة ما بين 30 و 40 1930 و 1940، هنا اللي كانت الموجات ديال البرد جد قوية أو قارس فيها. لماذا ننصح في هكذا حالات؟ فالنصيحه كتكون مختلفه، بحال اللي شاهدنا مثلا في الروبورتاج على ان مثلا كيكونوا مناطق ديال الساقع هذا كيأهل الانزلاق. اما فيما يخص مثلا الناس اللي كيستعملوا مثلا السياره ديالهم او كيسافروا وحنا في عطله يسافروا بالليل، اللي كيوقع على انهم كيزيدوا مثلا في ذاك المكيف ديال الهواء وكتوقع واحد الحاله ديال الارتخاء وربما حتى فقد السيطره. هنا المزيد من الحذر. وبالطبع هي وسائل التدفئه اللي خصنا تكون فيها شويه ديال التهويه باش هكا ما يكونش ذاك احد الكربون ياثر مثلا على التنفس ولا قدر الله توقع بعد. بالنسبه لرجال البحر، بالنسبه لرجال البحر ما نظنش كاين شي خطر، اللهم كاين واحد المنطقه ما بين اسفي وصويره اللي فيها واحد الحاله ديال التقلبات ديال الجويه خاصه بديك المنطقه اللي جعلت على ان الموج ارتفع، ولكن ما عنده حتى علاقه مع الموجه ديال البرد اللي كنعيشوها حاليا. لا. سيد محمد بالعوشي عن مديرية الأرصاد الجوية، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات.